السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو قناة الزملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد على قناة الزملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا رب انصر اخواتنا فلسطين. يا رب انصر اخواتنا فلسطين يا رب العالمين. يا رب انصرهم وعزهم. يا رب انصر اخواتنا في غزة. يا رب انصر اخواتنا في السودان. يا رب استرهم كلهم. يا رب النصر لينا والعرب اجمعين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات كأس الأمم الأفريقية كوتيفوار 2024. عنوان الحلقة النهاردة: لقد نفذ رصيدكم. امبارح كان يوم الحد الموافق 28/1/2024. اتلعبت مباراة الكونغو ومصر في تمام الساعة 10 بتوقيت مصر. الماتش بدأ. الماتش يعني عارف انت، اقول لك بصراحة، يعني عارف انت، بالكح كورة، بالكح كورة. انا هقول لك بص، عشان بس تبقى عارف تقسيمة الحلقة النهاردة. هنتكلم عن الفضيحة بثلاث اشكال. يعني بص، الشكل الاول إيه اللي حصل في قلب الماتش، بس تبقى عارف. النص التاني من الفيديو هيبقى إيه، تعالى نفضح بقى شوية ناس. النص الاخراني بقى كلمتين كده ايه لوجه الله. ال انا على فكره النهارده مش هتبقى اخر مره اتكلم في الموضوع ده، لان باذن الله باذن الله باذن الله في مفاجاه وهطلع اتكلم تاني. بس صوت قال عليا بقى. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدا. بدأ الماتش. انت ما يعني عارف انت بالكح كوره، عارف انت بالكح كوره، بزق الدنيا معايا بكح كوره. ماشي، الف مبروك، احنا كوره يبقى تاني. يعني احنا ما زهقناش من السيناريوهات دي. تمام. انا معاك في كل حاجه، انا معاك في كل حاجه، اتقل عليا. انا معاك في كل حاجه، ماشي. يعني الماتش بدأ 37 دقيقه لعب بالكوره اوت. معلش يعني معلش يعني معلش يعني، والله انا مش بهزر يعني. انا بلعب، انا لو بلعب حجز خماسي الكوره طلعت اوت، معلش يعني. اللعيبه، لعيبتي مش متمركزه، انا مش واخد بالي. انا كلاعب هرمي الكوره بعيد، اضيع وقت بالكوره. فاهم قصدي؟ مش هقف ازعل الحكم دي اصلا اوت ولا مش اوت. خلاص يا حبيبي يا سيدي، هي دي تلعب اوت. انت ليه واقف مثبت على كده؟ انا عايز اعرف يعني دي، عشان بس نبقى نتكلم بصراحه. لعيبه مفيش شخصيه. ازاي ان انت مفيش لاعب عنده بجنيه ذكاء يرمي الكره بره على بال ما اخواته ولاعيبته تتمركز صح؟ لا، انت واقف بتشوح وبتبجح. اما الواد لاعب الكورنر، الواد ويسا، ويسا، قلنا يا جماعه ويسا ده بتاع برينتفورد يا جماعه. قلنا الراجل ده هداف 4 جون في البريمير ليج. قلنا الراجل ده بيعمل حركات. الراجل ده عامل شغل لحد النهارده. رافع الكرة دخلت. ابو جبل يعني، يا ماشي، مش عايز اتكلم عليه. ما تقولش بقى انا مش، انا لا محروم من حد ولا فارق معايا حد. ما يروح اي نادي وانا مش فارقه معايا، والله يغور في داهيه. انا مالي، انا اهم حاجه عندي النادي بتاعي. ده معلش يعني سابني بالفضيحه وبالجرس، انت فاكر ايه؟ ماشي. ماشي، انا معاك في كل الكلام ده. خلاص يا عم، احنا اتظلمنا. لو انت ماشي بالمبدأ ده، احنا اتظلمنا ولبسنا جبنا جون ورايح يبص. معلش ايه الحكم، معلش ايه الحكم اللي رايح يبص على الفرد؟ انا مع، ماشي، ماشي. يعني ده كله احنا من كح تراب، كح تراب. بعدها بكام دقيقة ربنا كرمك بضربة جزاء. حلوة مش حلوة، هي ضربة جزاء. بص انا مش عايز اتكلم في حاجات كتير، لكن هي كوسة مش كوسة، هي ضربة جزاء ياهو. في الاخر بنقول ضربة جزاء، ضربة جزاء. يخش مصطفى محمد حطها بمعلمة. قلنا بقى الراجل ده فعلا اتطور. انا قاعد بتفرج، قلت والله الراجل ده اتطور. انا شايفه لسه من سنتين كان قدام السنغال دخل حطها في ايد مندي. صح ولا مش صح؟ لا، الراجل ده فعلا بان ان في شغل، باين ان في شغل. خلاص الراجل فعلا انا كنت، والراجل فعلا عامل بطولة كويسة، وانا ما شايلوش الليلة خالص، ما شايلوش الليلة خالص. ده بالعكس، ده مشروع مهاجم محترم يزق معايا السنين الجاية، يزق معايا السنين الجاية. فاهم قصدي؟ ده مشروع مدرب محترم.
ده رقم واحد. ماشي، كل الكلام ده جميل، كل الكلام ده في العسل منه. ماشي ماشي. نتكلم بقى بخمسة جد، خمسة جد، خمسة جد بقى. بعد الجون الشوط الأولاني خلص بقى، خلاص بقى. نزل الشوط التاني بقى، نطحنهم بقى، خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص بقى. انسى بقى اللي في البطولة كلها بقى، انسى بقى، انسى بقى. يعني انا معلش يعني، معلش يعني. اما تكون انت مش ممرن نفسك ان انت تخش ضربات جزاء ولا تخش وقت اضافي، قاعد راكن الاتوبيس طول الشوط التاني ليه؟ مركوب لعب ليه؟ خليت الكونغو عملك مقشة كورة، خليت الكونغو خلاك سجادة. نزل الشوط التاني يا باشا، اركب بقى اللعب بقى، اتفرج، اتفرج بقى. بالحكي وبالمكي وكله بيجيب اجوان وكله بيعمل حركات، وانا راكن الاتوبيس ورا. انا ما عنديش لا تكتيك ولا عندي بجنيه خطة، ولا عندي بجنيه خطة. الراجل اللي بره ده انا ليا كلمتين ليه هسم بدنه، بس اصبر. نزل الشوط التاني، لا شكل ولا منظر ولا طعم ولا ريحه خالص. انت من الدقيقه، بص، انت من الدقيقه 46 لغايه ما دخلوا ضربات جزاء انت ما عملتش حاجه. هي يعني بص، ما هو الا كره العرضيه بتاعت زيزو دي اللي استلمها وحش محمود حماده دي، هي الكره دي اللي اتعملت بس. غير كده خلاص، انت كل الماتش عمال تستعب اللعب. فيتوريا قال لك ايه اما نقلد كوبر؟ نرمي الكره للفرقه اللي قدامنا وهي اللي تشتغل. رمى لك، ساب الكره يا حبيبي، يلا اتفرج بقى. فرقه زي دي معلش يعني، اعلى فرقه محققه اجوال في البطوله بتلعبك، فرقه مسكت المغرب معلش يعني قطعتها كره. انا بتكلم بكل صراحه، انت فين بقى من الكلام ده كله؟ لا، انا متاهل تاني من مجموعتي، تاني. لا لعيبه مجهزه نفسها تخش ضربات جزاء، والله انا ما بهزر. لا حارس مرمى مركز في اي كوره، انا بتكلم بكل صراحه. لا مدرب بره بقى على الخط ده هو الاساس مش واخد باله مريح. لا اتحاد كوره اصلا يعني، هنجيب كله كده. ما تخافش، ما تخافش، انا ناوي ان انا افضحهم. فبقى سيبك يعني، رزقك معايا كده، دعمني باللايك والاشتراك وشير الفيديو عشان نفضحهم سوا. ماشي، انا كده كده مش فارقه معايا يعني. انا الاتحاد ده يولع ولا المنتخب ده يروح انا اهم حاجه مصلحه بلدنا. ما تبقاش كلمه مصر دي محطوطه الا في اعلى حاجه. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش يا جماعه الناس يتنظر لنا بالنظره دي ان مصر بقت اقل حاجه في الكوره. لا يا جماعه، ما ينفعش. عمر ما كانت مصر كده. مصر توب افريقيا. ده انا وانا تعبان وانا مكسح كنت بكسب افريقيا تاني. وانا تعبان وانا مكسح كنت باخد افريقيا. اسمع اللي ليك واللي عليك. انا مسكت افريقيا دي، نيمتها من العصر، قلت لهم ناموا بقى. انا كنت بنزل يا حبيبي 2008 و2006 و2010. الله يمسيك بالخير يا حسن شحاته، كابتن طبعا على راسي، على راس الراجل ده، المعلم، المعلم اللي احنا منه بنتعلم بكل صراحه. مش عايز اتكلم، بص بص بص, بص. انا جوايا كلام كتير، بس اتقل عليا هتنفتحوا على الهادي. نكمل بقى. بتتكلم بقى في خلاص 100 دقيقة لعب. انت ما لعبتش كورة، انت امبارح ما لعبتش كورة بس عشان تبقى عارف. انت امبارح ما لعبتش كورة عشان بس ما تطلعش تبجح ولا تصيح ولا بتاع. امبارح ما لعبتش كورة، فاهم قصدي؟ ما لعبتش كورة، انت ما لعبتش كورة عشان بس تبقى عارف. انا كده كده كل حاجة هتتجاب، كل حاجة هتتجاب. خلاص، حتى لو دخلت ضربة جزاء خلاص، شفنا المنظر بقى في ضربة الجزاء. شفت المنظر، شفت ان انت اصلا ما خلاص، انت اصلا مش مهيئ نفسك، انت اصلا مش عامل حسابك، عارف انت. وبعدين وايه ضربات الجزاء دي معلش يعني؟ واحد زي تريزيجيه وما اعرفش كوكا وما اعرفش مين قاعدين بره بيضحكوا. بتضحكوا على ايه؟ كسبان انا ودخل اتدلع. انا عمري ما شفت منتخب اللعيبه الاحتياطيه بتاعته واقفه بره بتضحك، واقفين بينكتوا بقى، عارف انت، واقفين قدام باب بيتهم، واقفين قدام باب بيتهم عمالين يضحكوا وبتاع. اه اصل انا كسبان، بروح امي كسبان. فحلو الكلام ده يعني. ما انا بتكلم بكل صراحه اهو، بتكلم بكل صراحه. اما الكونغو بقى فرقه يعني، عارفه هم كمان ما كانوش محضرين نفسهم ضربات كده، بس انت عارف قدروا يعملوا عليك ماتش كهرباء كوره، لعبوا عليك ماتش كوره.
عارف انت؟ يعني هم كمان مش مجهزين نفسهم ان هم يخشوا ضربات جزاء. فاهم قصدي؟ بس ايه اللي حصل بقى؟ عشان تبقى عارف، كانوا رجاله، ودي اللي ناقصانا، كانوا رجاله. شكرا مصطفى محمد، شكرا عمر مرموش، شكرا شكرا كل اللي قاتل واسترجل المنتخب ده. أه مش عايز اسهل اللعيبه الحوار، مش عمري ما هشيل اللعيبه. شكرا زيزو، زيزو انت ظلمت معانا في البطوله دي، شكرا، معلش. شكرا مصطفى فتحي، شكرا مصطفى فتحي، شكرا هو دول اللعيبه اللي هقول لهم شكرا. اربعه، اربعه بس اللي اقول لهم شكرا من ضمن 27 لاعب. يعني انا ما اعرفش الصراحه، هل اصلا احنا ماذا نفعل ماذا تفعل لكرة القدم لكي تأخذ منها العطاء؟ ماذا تقدم؟ ما ترتيبات لهذه البطولة؟ هل انت عامل حسابك ان انت تروح تعمل حاجة في البطولة دي، ولا رايح زي ما كنت جاي؟ ما هو بقى حاجة مش ببركة السبع بطولات، مش بالكوسة، مش بلاعب ياخد مزاجه وياخد طالع بعده، ياخد بعده ويطلع على انجلترا، مش دي. فاهم قصدي؟ عمر ما المنتخب يتساع كده، عمر ما يبقى لاعب بياخد بعضه يروح طالع على انجلترا عشان يتشافى. لا لا لا، عمرها ما كانت كده، عمرها ما كانت كده. المعلم حسن شحاته، المعلم سيدكو وسيد اللي جابوكوا، سيدكو وسيد اللي جابوكوا، انا بكلم بكل صراحه. الاتحاد المصري ده انا مش بتكلم، بص عايزك حاجه، اتقل عليا، اتقل عليا. ميدو بيبجح له يقول له ليه قال له ما تجيش معايا تاني. فيها اكتر من ولاد الرئيس راحوا اتحايلوا عليه يقولوا له يا جماعه معلش ميدو وبتاع، قال له ما يجيش، يقعد لي بره، لو خدنا الكاس ياخد ميداليته ويتكل على الله، لكن ما شافوش تاني في المنتخب. وده كان الحق، وده كان الحق. لقد نفذ رصيدكم. خلاص. ده فضيحه، ده فضيحه، ده فضيحه. جايب مدرب اتحاد كوره فاشل، فاشل. يلا واللي عايز حاجه يعملها. اتحاد كرة معلش يعني ما فيش بجنيه تخطيط. اتحاد كرة ما بيعرفش يدير الامور. اتحاد كرة بيفصل الماتشات عشان خاطر نادي معين. النانوس انا مش عايز اتكلم بقى، ظبط الماتشات عشان خاطره، عشان بيلعب في 30 بطولة. وانا الصراحة معلش تطلع عيني اروح العب في الكونفدرالية واجي العب في افريقيا اجل له نص الدوري. اتحاد كرة بنتكلم بقى بكل صراحة، صح ومش صح؟ انا بتكلم بكل صراحة اهو. اتحاد كرة عمل لي ايه انا؟ اتحاد كوره جايب مدرب بالدولارات، والله العظيم قسما برب العزه فلوس في الارض. يلا والدوله اصلا عندها نقص دولارات. فين يا جماعه الناس دي؟ تحاسب يا جماعه. الراجل ده امسكوه حاسبوه يا جماعه، الراجل ده يتحاسب يا جماعه. اللي قاعد بيقبض بقاله سنتين ده وهو اصلا ما لعبش الا 5 6 ماتشات، ازاي يا جماعه؟ وراح يلعب لي غينيا وسيراليون وما اعرفش جزر القمر وفرقه جيبوتي. كلكم على راسي، بس معلش يعني مين دول؟ مين دول؟ تصنيف 1000 دول ولا ايه؟ تصنيف 10 ويكسب يقولك ده احنا بنلعب بالتكتيك. يلعب ماتش قبل ما يسافر كوت ديفوار، يروح يلعب تنزانيا هنا، تنزانيا تكنسك كورة، تقول لك احنا كسبنا، احنا كسبنا ايه يا جماعة؟ كسبنا ايه يا جماعة؟ وانت منظر ازاي يا جماعة كده؟ كسبنا ايه بس؟ كسبنا ازاي؟ لا. عمري ما كان المنتخب كده. انا بتكلم وانا حاضر المنتخب وهو في عزه حبيبي. انا بتكلم مع واحد بيتكلم منتخب. انا حضرت المنتخب بياخد افريقيا. انا مش مولود النهارده وصحي على جيل الكيكه والهوهوس والمولتو يا حبيبي. انا ما صحيتش لقيت المتحرشين وبتوع الاعلانات في المنتخب. انا صحيت الرجاله لقيت ابو تريكه الساجد، منتخب الساجدين يا حبيبي. لقيت حمص، لقيت ابو تريكه، عب ربه، شويه لعيبه كانت رجاله، حسام الحضري، شويه لعيبه كانت بتنزل تعلم افريقيا ازاي تلعب كوره. انا مش بتكلم بكيفي، ده بكيفي على فكره. انت نزلت قطعت البرازيل يا حبيبي،
كسبت بطل العالم ايطالي، ومين اللي كان يتكلم؟ لا لا لا، انت لا منظر ولا شكل ولا لون ولا طعم ولا ريح ولا شكل، ويقول لك السنه الجايه في بطوله ولا عمرك هتروح. ريح بقى شويه بقى، ريح شويه بقى، ريح شويه بقى. ده انت كسفتنا يا اخي في الكوره. عمري ما شفت المنتخب بالشكل ده، ولا تستاهل، ولا تستاهل. كنت زمان الواحد يقعد يزعل ويعيط وينكد على نفسه. لا، يعيط ايه بس؟ ولا عمري نزل دم على المنتخب ده، انهم ما يستاهلوش. جيل الاعلانات ما يستاهلش. بس بس مهما نبص يعني مش هقدر اتكلم كتير، بس هو مهما حصل يعني انت مش ما تستاهلش. انت ما تستاهلش والدنيا صعبة قوي واحنا الصراحة لسه المنتخب ده مش هينعدل حاله ولا نصلح. كل حاجة بايظة. مدرب لا عمره درب منتخب جاي تخليه يمسك، وعشان خد الدوري البرتغالي، عشان خد الدوري البرتغالي يبقى كده مدرب؟ فين يا جماعة؟ فين يا جماعة؟ ماذا ماذا يفهم هذا الاتحاد لكي يدير؟ فضيحة وسبوبة. لا 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 لا. خربانة خالص، خربانة خالص. وانت ما تستاهلش، وشكلك ماسخ ولا ليك ولا طعم ولا لون ولا ريحة يا شيخ بقى. لا 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 لا. الموضوع صعب اصلا، انت ما تستاهلش. انت ما تستاهلش. فعلا فعلا فعلا. الخروج ده اقل حاجة ليك، وكان المفروض تخرج من بدري بفضيحة اكبر من كده. لكن هو كده، هو كده وشكرا للعيبه. على فكره مش عايز ارمي اللوم على اللعيبه. اللعيبه ما تشيلش الليله. اللي يشيل الليله المدرب واختياراته. اللي يشيل الليله اتحاد كوره كامل. ويا جماعه يا جماعه اتقوا ربنا، دي فلوس دولة، ده مال عام، اهدار مال عام يا جماعة. اهدار مال عام. الدولارات دي الدولة عندها أزمة دولارات، ازاي يا جماعة؟ ازاي اجيب الراجل وليل النهار يتكرع ويروح ياكل ويشرب في احسن مطاعم، فندق معرفش في كام في الليله؟ ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ ونتكلم بكل صراحه، عايزين نطلع افضحه وافضحه. ما تجيش على حساب بلدي، ما تجيش على حساب بلدي، ما تجيش على حساب بلدي. لاني انا مواطن قاعد في البلد دي. انا مواطن قاعد وانا مواطن منها. لما الاقي الدوله فيها ازمه، والدوله فيها فقر، والدوله الدنيا معاها معجزه في حاجات معينه، وانت تروح تجيب لي ده وتهدر لي مالي، يبقى انت تعرف ان في حاجه غلط. منظومه ماشيه بالغلط. اهدار مال عام يا جماعه. الراجل ده اصلا ليه اصلا يدفع له الارقام دي؟ عمل ايه لمنتخب مصر؟ ضاف ايه؟ زود ايه للعيبه؟ فرق معايا في ايه؟ لا انا مش هرمي اللوم على اللعيبه. اوعى تكون مستني مني اعلق اللوم على شماعه اللعيبه. لا، اللعيبه دي ملهاش ذنب. وانا لو قاعد في بيتي وما بلعبش كوره، وجي واحد قال لي تعالى يلا نلعب بكره في المنتخب، هقول له لا. ده يبقى يوم الهنا واروح العب، حتى لو انا مش فورمه. لا لا لا. انت ما لا لون ولا شكل ولا ريحه. لا، والدنيا صعبه قوي عليك ومصدرك بقى يكسف يا اخي. مصدرك بقى يكسف ولا ليك شكل. الناس كلها استهفأتنا يا اخي. الناس كلها استهفأتنا وكله جه علينا. لا، لسه مهما نتكلم او اعيد او ازيد يعني. موضوع صعب، موضوع صعب واحنا من سيء لأسوأ. ما تجيش معايا سكة، لان احنا شعب بنتنفس كورة، عايشين اكلين شاربين نايمين على كورة. فاهم قصدي؟ وشفنا امجاد المنتخب ده. ما تجيش معايا سكة، لان فعلا الرجالة كانوا في 2010 وخلاص. من بعد 2010 انتوا اللي بوظتوا كده بايديكوا. كل حاجة باظت، كل حاجة باظت، كل حاجة باظت. ولا حول ولا قوة الا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل الاهدار وكل اللي بيحصل ده. مش اول مرة تحصل. يا اما عملنا سبوبة لشوية ناس لا بيعرفوا يلعبوا ولا بيعرفوا يدربوا.
والاخيره احنا عارفينها. في الاخر الجيل ده هيخلص والجيل ده هينتهي، والمدرب ده هيتكل على الله وهيغور في 60 داهية، في 60 داهية، واتحاد الكورة هيولع بجاز وسخ. كل حاجة تخلص، بس هيفضل اسم مصر. اسم مصر عمره ما هينزل لتحت. اسم مصر فوق كل حاجة. اسم مصر فوق عالي جدا، فوق عالي جدا. وعمرنا ما نقدر نقلله غصب عنكو وعن اللي جابوكو. فاهم قصدي؟ مصر 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 حاجة عالية جدا، ولا عمركو هتقللوا منها. وبإذن الله الخير في اللي جاي. صلح. مش عيب ان انت تطلع تتكلم وتعبر عن اخطائك، لكن لا، مش منظر ده. واحنا كلنا ملتفين حواليك. كل الناس كانت بتشجعك وتدعمك برغم الشكل اللي مش كويس. كله كان عايزك تنجح، بس انت مكنتش عايز تنجح. كنتش عامل حسابك على النجاح، ولا كنت مدبر للنجاح. وكمان 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 كنت واخد ان انت هتفضل في الاخفاق والفشل. خلاص انت حر. مش طول عليكم، لكن فعلا والله العظيم هطلع كمان وهتكلم كمان. والمنتخب مش هيقف لغايه هنا. باذن الله قريبا 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 حلقه كامله عن هذه البطوله، وعن المنتخب فيها، وعن الشكل بقى. لان خلاص كده، انا انا مش فارقه معايا. انا واحد هم على بلدي بس، وبلدي فوق كل شيء. كان معكم محمد فيجو زملكاوي. ما تنساش طلع النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، وادعي لاخواتنا في كل الدول العربيه والسودان وكل حته. ربنا يعزنا ويرحمنا برحمتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.